هلا بنات، مسا عليكم من هاي التسريحة الجميلة والقراصات الجميلة ضيف شعر ناياتي. شلونكم؟ إن شاء الله تكونون بصحة وخير وسلامة حبايب. اليوم طبعا بنات قبل من السيارة صورت لكم رايحين للمدائن على مود نعيد بقية الأهل والأقرباء، وهذا ثالث يوم العيد. ومن هناك نمر نزور مرقد الصحابي الجليل سلمان المحمدي، وصور لكم الأجواء حبايب حتى تشاركونها وياي وتعيشوها وياي. وهنا رايحين بالطريق وشوفوا لي جمال الخضار والبساتين، واليوم اللي بيه رحت سبحان الله كانت عبالك مغيمة الدنيا، يعني ما أعرف كان الجو تحسونه غيوم بس بنفس الوقت كان حار بنات، الجو كلش حار صراحة وخنقة، بس الحمد لله على كل حال حبايب. وهنا جمال الخضار والأشجار، طبعا أنا أعشق الخضار والأشجار وهيك والبساتين والأجواء الحلوة اللي بيها نخيل، كلش أحب. حتى لو يعني إيش ما تطوني، لو ما أعرف شنو المكان اللي يكون غالي وحلو بأشكال، لا أنا ما أحب أجواء الهدوء وأجواء الخضار. عندي فتشي هاي الأجواء عندي يعني تسوى كل شي. فحبايب هنا رايحين بالطريق وصلنا للمدائن حبايب، وما بقى شي نوصل للأهل والأقرباء نعايتهم. بس قبل كل شي مرينا على مرقد الصحابي سلمان المحمدي، زرت وهنا دا أشوفكم شلون دا أمشي وهاي ناياتي الجميلة. طبعا هنا شوية تعبت من الحار، قعدتها هنا صليت وقرأت قرآن، وبعد ما زرنا طلعنا على مود نروح نعايد الأهل والأقرباء، وأكيد النفاخة ما أنسى النفاخة، لأن إذا ماكو نفاخة ويانا بالبيت يوي نايا أصلا ماكو تقضيها بس بتشا علي، فلازم نفاخة. هذا أشوفكم بعد ما رحنا سلمنا على الأهل والأقرباء، مرينا على هذا المتنزه وقعدت ناياتي بالمرجوحة وفرحانة كلش تحب المرجوحة، هي تعشق شي اسمه مرجوحة. وهنا رجعنا وراجعين يعني للبيت حبايب بعد ما عايدنا الأهل والأقرباء، وهم زرنا وهماتين شوفتكم شوية الأجواء. وصلنا البسماية لا أصوركم مراجعين البسماية. هنا كان وقت متأخر الساعة 11 بالليل، في حبايب مباشرة صورت لكم ثاني يوم اللي هو رابع يوم العيد، سويت لهم سياح وبيض وجبن وريوق حبايب، وريقتهم وعليهم بألف عافية. وطبعا ما أنسى أشوفكم ناياتي شلابسة لبست هذا البستان، وأكيد روقت البيت، مسح منا مسحت الأرضية ونضيت النايات سناك خفيف رقي على مود تاكله. وبعدها سويت لهم الغدا، سويت لهم طماطة ولحم، لأنه طبعا البارحة ما رحنا للأقارب هناك، من قلت لكم زرنا هناك أمطوني لحم وهذه والصوغات وهاي السوالف فكان كلش يوم. هنا أنا أسألكم عصير بطيخ على طريقتي مجمدتها، هاي البطيخة أعتقد شفتوها من أنظف المجمدة كانت موجودة، فمجمدتها لأن كان اليوم حار، فقلت لهم تعالوا خلينا أسوي لكم عصير. فهنا قشرتها وخرت من عندها الحب اللي بيها حبايب، ونظفتها كلش زين. وبعدها حبايبي أكيد ما أنسى أنه أقطعها قطع صغيرة على مود أسويها بالخلاط حتى يشربون عصير بارد ويصير كلش طيب. عبالك أيس كريم مو بس عصير، دائما جمدوها حبايب تصير كلش طيب، خصوصا احنا أجواء صيف وحارة الدنيا. فقطعتها وجيت أخليها بالخلاط حبايب قلبي. أول شي تقطعوها كلش زين، بعدها تخلوها بالخلاط، ونبعتها تجيبون جلاس حليب حبيباتي وتضيفونه عليها بدون أي شكر. هذا العصير البطيخ صحي وكلش طيب، لا تخلون أي شكر عليه. وبعدها أكيد ضفت قطع الثلج، وإذا أنتوا تحبون شوية بيها يعني أكثر حلا خلوا حليب محلى حتى يصير يعني إذا أنتوا تحبون يكون حلو.
بعد ما خبطته بالخلاط هيك صار عبالك طعام الآيس كريم حبايبي، ويجنن ويسرسح على القلب، وبنفس الوقت على هاي الأجواء الحارة ينفعكم. وبعد ما سويت العصير شوفوني الماعين بنات، شوفوني مال غدا واجتمعوا مال عصير الماعين، فأكيد من اللي يغسلهم؟ أكيد مناي. إذا ما أني أغسلهم شلون بنات؟ بس أعرفهم شوية يصيرون هواي، فنادى أغسلهم. أحب أغسل الماعين وأخلي قدامي مسلسل وأتفرج، ونادى أغسل الماعين وأكيد ألمع السينك بعد ما أغسل الماعين، لأن البيت كله نظيف وروقته قبل شوية حبايب، وهنا لمعت السينك صار يلمع. حبايب هذا كان هو روتيني بثالث ورابع يوم العيد، حبيت أشوفكم إياه هاي تفاصيل الصغيرة. طبعا أني أحبكم كلش هواي حبايب، لا تنسون تشتركون بالقناة واللايك والكومنت الجميل، وتقولوا شو قضيت العيد. أحب أشوف كومنتاتكم، أشوفكم خير وسلامة، مع السلامة، باي باي.